السلام عليكم. يوز ميمو واليوز كول باك والميمو من اكتر الحاجات من وجهة نظري اللي الناس بتقع فيها. ايه الفرق ما بين اليوز ميمو والميمو، وكمان ايه الفرق ما بين اليوز كول باك والفرق ما بينه وما بين اليوز ميمو. انا بعمل انترفيوز، بعمل ما يسمى بالفرونت اند موك انترفيوز، واكاد اجزم ان كل مره بسال فيها هذا السؤال الناس دايما بتتلخبط بشكل شديد جدا. يعني ايه يوز كول باك، او يعني خلينا نسمع حاجه تانية، خلينا نسمع يعني ايه يوز كول باك. حلو. دايما الناس ما بتعرفش تفرق ليه في حاجه اسمها يوز كول باك وليه في حاجه اسمها يوز ميمو. هل هما الاثنين حاجه واحده ولا لا؟ وده ان شاء الله باذن الله انا هتكلم عليه في الفيديو ده. طيب، الفيديو ده عباره عن ايه؟ الفيديو عباره عن اللي احنا هنتكلم عن ما يسمى بشكل عام في رياكت بعمليه الميموايزيشن. هي لو كلمناها كده الميموايزيشن. حلو. يعني ايه عمليه الميموايزيشن؟ عمليه الميموايزيشن بشكل عام في رياكت او مثلا في باك اند سيرفيسز او ايا كان، او يعني كونسبت بشكل عام، اللي انا بفتكر داتا او بفتكر اجابه او بفتكر اوتبوت معين او مستخرج معين. حلو. واللي انا بفتكر المستخرج المعين ده بناء على شويه معطيات. ففي حاله مثلا القلم هنا كبير قوي كده، عظيم. في حاله مثلا اليوز ميمو كل هدفها في الحياه اللي هي بتفتكر الفاليو بتاعتك اللي جايه من اليوز ميمو كول باك. اليوز كول باك هي بتفتكر الفانكشن ديفينيشن بتاعتك، وهي ده الفرق الجوهري ما بين اليوز ميمو واليوز كول باك. ولكن برضو خليك معايا، انا اكاد اجزم ان انت لسه مش عارف الفرق ما بينهم، وهنتكلم عليهم واحده واحده. حلو. طيب، والميمو باختصار شديد هي بتحاول تعمل ميموايزيشن للفانكشن نفسها او للرياكت كومبوننت نفسه بناء على شويه رولز هنتكلم عليها. طيب، زي ما قلنا في الاول، الميموايزيشن في رياكت ما هي الا عمليه اللي هو يتذكر الداتا او يتذكر الاوتبوت او يتذكر المستخرج بتاعك بناء على شويه معطيات. المعطيات بتاعت اليوز ميمو واليوز كول باك، وخلينا نبعد عن الديبندنس عن الميمو دلوقتي، حاجه اسمها الديبندنسيز. حلو. ديبندنسيز. فانا بديله مجموعه ديبندنسيز كده، لو الديبندنس دي ما اتغيرتش فضلت زي ما هي، فنفس الناتج بتاع اليوز ميمو واليوز كول باك هيرجع لي زي ما هو. طيب، قبل ما اتعمق اكتر في فكره اليوز ميمو واليوز كول باك، كنت حابب اتكلم اكتر عن ما يسمى بالرياكت كومبايلر. احنا حاليا اللوجيك اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده كله شغال اعتقد في رياكت، مثلا من رياكت 16 ورياكت 18، يعني رياكت 16 رياكت 18 لسه ما فهمش ما يسمى برياكت كومبايلر. رياكت كومبايلر اعتقد هيبدا يبقى اوفيشال، مش متاكد اذا كان هو هيبقى بيتا ولا لا، ممكن ندور بدايه من رياكت 19. طيب، الرياكت كومبايلر ده بيعمل ايه؟ الرياكت كومبايلر باختصار شديد بيقول لك انت مش محتاج تستعمل اليوز ميمو واليوز كول باك والميمو وكل انواع الميمورايزيشنز اللي رياكت بيديها لك في الهوكس بتاعته، ولكن حط خط تحت ولكن مليون خط، هو مش هيكفر كل اليوز كيسز بتاعتك. انا اكاد اجزم اللي هو مش هيكفر معظم اليوز كيسز بتاعتك في الاول. مش بس كده، اي بوجز او اي مثلا مشاكل هتنتج عن عن الرياكت كومبايلر، انت كديفلوبر او انت كرياكت انجينير او كسوفت وير انجينير او كفرونت اند انجينير مش هتعرف تهندلها لو انت مش فاهم الرياكت كومبايلر بيشتغل ازاي، واحد. ولو انت كمان مش فاهم يعني ايه يوز ميمو ويعني ايه الميمو ويعني ايه يوز كول باك، ازاي هم اصلا شغالين، هم بيعملوا ميمورايزيشن لايه بالظبط، بناء على انهي معطيات وما الى ذلك. طيب، فده باختصار شديد يعني بدايه الفيديو. عشان بس ايه، عشان ممكن نلاقي ناس في الكومنتات مثلا ممكن تقول لي ايه انت بتتكلم ليه على اليوز كول باك واليوز ميمو والميمو. انا بتكلم عليهم عشان هم مهمين، حتى يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم عليه حالا ده هم مهمين جدا. وبغض النظر فلنفترض ان هم اتلغوا، في الواقع كونسبتس لطيفه جدا هنتكلم عليها النهارده وهتستفيد بيها بشكل عام. طيب، قبل ما اتعمق اكتر في كونسبت بتاعت اليوز ميمو واليوز كول باك، كنت عايز استرجع شويه حاجه ليها علاقه بالريندرنج بتاعت رياكت، الريندرنج فيز والكوميت فيز. انا اتكلمت في فيديو سابق عن الموضوع ده كله، ازاي رياكت شغال بشكل عام. برضو ممكن الناس تفتكره اوت ديتد، ولكن هو مش اوت ديتد. حلو. بيتكلم ازاي رياكت بيستعمل فيرتشوال دوم وما الى ذلك. ولكن خلينا نختصر الموضوع بشكل بسيط جدا دلوقتي عشان نعرف بناء على ايه نبني باقي الفيديو. رياكت بيمثل الابلكيشن بتاعك في مجموعه نودز. يعني مثلا انت اول نود عندك، لو انت افترضت ان انت عندك الابلكيشن ده بيبدا من الاب دوت تي اس اكس او الاندكس دوت تي اس اكس، بيبقى جواه حاجه اسمها فانكشن اسمها اب. مظبوط كده. فانكشن مثلا خلينا نفترض اللي دي هيبقى اسمها الاب. حلو.
والاب ده بيبقى تحته مجموعه كومبوننتس تانية. يعني مثلا في حاله الاب ده ممكن الاب ده يبقى تحته كومبوننت اسمه هيدر مثلا، خلينا نسميه الهيدر كومبوننت. حلو. والهيدر ده بيبقى جنبه كومبوننت تاني او تحته خالص اسمه الفوتر، وده مثلا تحته ليتس سي مثلا ده الداشبورد. لو فنفترض الابلكيشن بتاعك عباره عن داشبورد، وكل والنودز دي بتشاور على بعض. يعني الاب ده في الاخر هو ده البيرنت ودول التشيلدرن بتوعه. والهيدر ده مثلا ممكن يبقى تحته مثلا زي اكشوال هيدر اللي هو هيدر HTML element، والهيدر ده برضو ممكن يكون بيشاور عليه في هذه الحاله. والداشبورد ده مثلا ممكن يكون عنده ليتس سي مثلا في الحاله دي ممكن يكون عنده ما يسمى بال يعني مثلا لي اوت، ايا كان الكومبوننتس اللي جواها. طيب، واللي بيحصل باختصار شديد ايه؟ اللي بيحصل الرياكت بيحاول يريبريزنت كل النودز اللي انت شايفها دي بمجموعه ميتا داتا. يعني مثلا النود ده بيمثل ايه؟ بيمثل كومبوننت، الكومبوننت ده بيشاور على فانكشن معينه، الفانكشن دي اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها مثلا فانكشن اب. حلو. وبس مش بس كده، بيمثل كمان بيبقى عنده مجموعه بروبس اللي هي المدخلات بتاعته، بيبقى عنده في بعض الحالات بيبقى عنده الكي اللي احنا بنبعت له الكي اللي هو بيحاول يايدنتيفاي اذا كان الكومبوننت اتغير بناء على الكي ولا لا. انا اتكلمت عنده برضه في الفيديوهات السابقه. وبرضه بيبقى عنده ما يسمى بالتشيلدرن. فرياكت بيعمل ايه باختصار شديد؟ رياكت باختصار شديد بيتكون من تو امبورتنت فيسز، الناس برضو بتتلخبط ما بينهم. اول فيس حاجه اسمها الريندر فيس او الريندرنج فيس، وتاني فيس اسمها الكوميت فيس. رياكت زي ما قلنا بيمثل الابلكيشن بتاعتك في تري زي ما انت شايفها دي، والتري دي تسمى بالفيرتشوال دوم. الفيرتشوال دوم دي مش هي الدوم، هي مجرد ريبريزنتيشن للكومبوننتس بتاعتك، وبناء عليها بيبدا يعمل يرسم الدوم نفسه او يبدا يغير الدوم نفسه بالتغييرات اللي بناء على التري ده، بناء على التغييرات اللي في التري نفسها. طيب، في الاول بيعمل ايه؟ في الاول بيعمل ما يسمى بعمليه الريندرنج. عمليه الريندرنج يعني ايه؟ عمليه الريندرنج ده من الاخر هو بياخد الفانكشن اللي اسمها الاب. يعني انا مثلا رحت على كود دلوقتي، خلينا انا فاتح عندي كود. حلو. الفانكشن اللي اسمها اب دي، حلو، وبيعمل لها اكسكيوت، هو بيرن الفانكشن. يعني انا مثلا عندي فانكشن يعني عندي مثلا فانكشن اسمها مثلا ايه؟ اسمها حماده. حلو. حماده دي بتريتيرن ليتس سي واحد. حلو. هو حرفيا بياخد حماده ده ويعمل لها ريتيرن. تمام. طيب، لو رجعنا للكيس بتاعتنا كده، في الاب في الحاله دي احنا قلنا في الاب ده جواه ايه؟ جواه مثلا حاجه اسمها هيدر وفوتر وداشبورد ونافيجيشن وما الى ذلك. فهو اللي بيحصل كالاتي، اللي هو بياخد الاب ده وبيعمل له ريندر، وبعد ما بيعمل ريندر الاب بيبدا يعمل ريندر للشدرن بتاعته، وبعد ما يبدا يعمل الشدرن بتاعته بيبدا يعمل الشدرن اللي تحتها وما الى ذلك ما الى ذلك ما الى ذلك. وهو دي حاله تسمى بحاله الريندرنج. وبناء على الاوتبوت بتاع الريندر بتاع كل نود او بتاع كل كومبوننت، النود نفسه بيمثل كومبوننت، بيحدد اذا كان الكومبوننت ده اتغير ولا لا. يعني خلينا نعلمه كده، مثلا لو خدنا هذا الفوتر مثلا، اذا كان الداشبورد مثلا اتغير بقى ازرق هو اتغير، ولا اخضر زي ما هو. لو هو اتغير معنى كده برضو ده كمان هيتغير، عشان اي نود لو هي اتغيرت فكل النودز بتاعتها هتتغير. وهقول لك اللي هيحصل في الحاله دي. اللي هيحصل باختصار شديد اللي هو هيروح رايح للكوميت فيس وياخد التغييرات اللي هو خدها دي ويعمل لها كوميت في الدوم او يعمل لها تغيير في الدوم بشكل مباشر. ولكن عمليه الريندر ما بتعملش تغيير في الدوم اطلاقا، عمليه الكوميت بتعمل تغيير في الدوم. طيب، ده بس مجرد ايه؟ انترودكشن لطيف للي بيحصل. تعالوا بقى ايه؟ يعني احنا اتكلمنا كتير، تعالوا بقى ايه؟ تعالوا ناخد مثال عن اليوز ميمو والميمو واليوز كول باك ونفهم اكتر ما بيعملوا ايه. زي ما قلنا اليوز ميمو واليوز كول باك بيعملوا نوع من انواع الميمورايزيشن، هم يحاولوا يفتكروا داتا معينه. طيب، قبل ما نحاول نفتكر داتا معينه، تعالى نعمل فانكشن دي اسمها parent component. طيب، والبيرنت كومبوننت دي خليها دلوقتي بيرنت، مش هنعمل شيل كومبوننت. بيرنت كومبوننت دي بتعمل ايه؟ عندها مثلا ليتس سي كونستانت كاونت وست، خليها ست مثلا كاونت. حلو. وبتعمل عادي، بتعمل كاونتر عبيط جدا ما بيعملش اي حاجه، صفر. تمام. وبتريتيرن زي مثلا سيكشن هنا، والسيكشن ده هيبقى فيه بutton، والبutton ده هيبقى فيها اد، وبعد الاد ده هيبقى فيها كمان هنا الكاونت. لا، خلينا نعملها في بي وخلينا نعملها باراجراف كاونت value is مثلا في الحاله دي كاونت. تمام. كلام بسيط جدا. وكل الفانكشن دي او كل سوري اللي البutton ده هيعمله هيروح عامل set للكاونت
وبياخد الكاونت نفسه بلس 1 بس كده خلاص. تمام. هل ده صح؟ لا في هنا بس خلاص. مش هعمل اي حاجه في الدنيا. تعالى نعمل ريندر لهذا الكومبوننت بداخل ايه؟ بداخل الاب. نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. تعال نشوف اللي بيحصل. لو انا رحت هنا للابلكيشن بتاعنا هو ده جميل قوي، وعملت ريلود الابلكيشن وعملت اد، عمال يعمل اد. طيب لو انا رجعت جوه الاب هنا، خلينا نعمل برضه زوم ان عشان الصوره تبقى واضحه اكتر. لو انا عملت هنا مثلا في الاول خالص console.log rendering app، حلو، او سوري rendering parent component، خليها كده component. تمام. عملت سيف. لو عملت ريلود للبيج اول مره هتلاحظ اللي انا عمل ريندرنج بيرنت كومبوننت زي ما قلنا، اللي هو بيعمل ريندر. فاللي هو بيعمل ريندر في الحاله دي بيعمل اكسكيوت لكل اللاينز اللي جوه البيرنت كومبوننت ده. ففي الحاله دي راح رايح لللاين رقم 16 وعمل له اكسكيوت. منطقي جدا، بسيط جدا وما الى ذلك. وكل ما اعمل اد كل ما بيغير الستيت، ولما بيغير الستيت بيعمل ريندر، ولما بيعمل ريندر بيكتشف اللي فيه تغييرات حصلت في الايه، في البيرنت كومبوننت اللي هو فلنفترض هنا مثلا ده هو ده البيرنت كومبوننت. حلو. والبيرنت كومبوننت ده مثلا بيبقى تحته زي مثلا بutton وتحته باراجراف والكلام اللطيف ده كله. وكل اللي بيحصل ايه، لما بدوس على البutton ده بيروح عامله كده على طول، وبيروح عامل ده على طول كده، وبيعمل له ريندر في الدوم. بيغير التغيير ده كله، بيعمل ريندر الحته دي في الدوم. كلام جميل جدا وسهل. طيب زي ما قلنا اللي الريندر بيعمل ريندر للفانكشن او بيعمل اكسكيوت للفانكشن او بينفذ الفانكشن دي. فلنفترض اللي انا عندي حاجه very expensive، حاجه يعني محتاجه جهد كبير جدا عشان اعمل لها ايه، حساب. تعال نعملها الحاجه دي. لو انا مثلا عندي هنا مثلا constant very expensive array، حلو، بسيط جدا، هو array عادي جدا. حلو. وهنا بقول ايه for I let I equal 0 و I اصغر من هذا الرقم العملاق و I بلس بلس. حلو. وكل اللي انا بعمله ان انا بقول له very expensive array do push للايه، للاي دي. تمام. حاجه بسيطه جدا جدا جدا. وكل اللي انا بعمله في الاخر ان انا بروح جاي هنا واعمل له بريزنت هنا الفيري اكسبنسيف array length مثلا، بقول له هنا ده دوت لينث واعمل كده بس. زي ما انتم شايفين لو انا عملت ريلود للبيج، حلو، مفيش اي حاجه rendering parent component، وكل ما ادوس على اد بياد بشكل طبيعي. طيب ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا في واقع الامر اللي عمليه حساب هذا الاري او اللي انا كل شويه ببوش مع كل تكايه بدوسها في الزرار بتاع البطن ده او البطن بتاعي، ايه اللي بيحصل؟ بيروح رايح عامل ريندر الفانكشن، ولما بيعمل ريندر الفانكشن بيحسب هذه العمليه من اول وجديد. تعالوا نجرب حاجه مختلفه. لو انا مثلا هنا جيت هنا عملت كونسول دوت حاجه اسمها تايم، حلو، ستارت او لا اكسبنسيف مثلا، خلينا نسميها اكسبنسيف. حلو. وهوريك الفانكشن وهوريك الكونسبت دي بتعمل ايه، لطيفه جدا في حساب البرفورمانس. وعملت هنا حاجه اسمها تايم اند. تمام. باختصار شديد ايه، باختصار شديد هذه الكونسوليه اللطيفه بتعمل ايه، بتعمل بتدي لها سترينج وبتقول لها مثلا اكسبنسيف تايم واكسبنسيف برضه تايم اند، بتحسب من هنا لهنا خدت وقت قد ايه. فتعال نشوف كده. لو عملت ريلود للاب بتاخد 6.5 ملي سكند. لما كل شويه بدوس شايف ايه اللي بيحصل، عمال ياخد 5.6 ملي سكند. طيب تعالوا نتجنن شويه، تعالوا نزود صفر واحد بس. ايه اللي بيحصل؟ ونعمل كده ونعمل كده، بقت تاخد 63 ملي سكند. طيب تمام. لسه لما بدوس يعني حسيت ببطء شويه ولسه الموضوع تمام، ولكن هو شغال تمام. طيب لو بقى العمليه اتجننت بقت عمليه ضخمه، لو زودت صفر كمان بالمره، تعال نشوف اللي بيحصل. بقى بياخد 407 ملي سكند، يعني حوالي نص ثانيه. هل الموضوع ده منطقي؟ تعالوا نجرب. لو قعدت ادوس على اد كده، لاحظ اللي حصل. انا عمال ادوس بالمناسبه، حلو، الابلكيشن هنج، انا مش عارف ادوس على اي حاجه ثانيه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا دوست عليه 50 مره، فهو هيضطر يعمل عمليه الريندرنج دي 50 مره ورا بعض، وكل مره بتاخد نص ثانيه. فانا في واقع الامر انا كاني انا عامه مش عارف ادوس لسه، لا دلوقتي عارف ادوس، حلو، كاني مستني حوالي 20 30 40 ثانيه عشان مجرد احسب هذه العمليه كل مره لما بتعملوا ريندر. فهي دي مشكله، يعني دي مشكله من المشاكل بتاعه الكومبوننت بتاعنا. طيب ازاي بقى نحل المشكله دي؟ تيجي بقى هنا ايه، تيجي هنا فكره الموايزيشن.
تعال ناخد اول هوك معانا، الا وهي ما تسمى باليوز ميمو. اليوز ميمو بيعمل ايه؟ اليوز ميمو مثلا انا في الحاله دي لو انا جينا افكر كده، هل الفيري اكسبنسيف اري ده بيتغير بناء على اي معطيات؟ في واقع الامر لا، انا كل مره بحسب هذا الاري بنفس الفاليو من اي ايكوال 0 واي اصغر من غالبا دي 10 مليون 20 مليون سوري 10 مليون او 100 مليون ايا كان. حلو. وبعمل بوش وبعد كده في الاخر برندر الفاليو دي، مفيش اي تغييرات، مش عايز يتغير، مش عايز يتحسب غير مره واحده فقط. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح قايل له هنا يوز ميمو. حلو. والميمو دي بتاخد ديبندنسيز، والديبندنسيز بتاعتي في الاول فاضيه، انا عايز يحسبها مره واحده فقط من بدايه الانيشيشن بتاع هذا الكومبوننت لغايه ما الكومبوننت دي تتمحي من الوجود. فالديبندنسيز هنا دي بتقول له ايه؟ بتقول له احسب الحاجه اللي انت بتعملها جوه اليوز ميمو لما الديبندنسيز دي تتغير، لو هي فاضيه ما تعملش اي حاجه خالص، احسبها مره واحده فقط. حلو. زي اليوز افكت كده بالظبط. وهنا كل اللي انا هعمله ايه؟ هروح عامل كده وناقل هذا اللوجيك كله. حلو. وبدل ما دي تبقى دي مثلا نسميها ايتمز مثلا، وكل اللي او خلينا ناخدها كوبي الاول نسميها ايتمز. حلو. وكل اللي انا هعمله هروح قايل له كونستانت هذا ايكوال العمليه دي واعمل هنا بوش بس كده. طيب تعال نشوف اللي هيحصل. هو في شويه ايرورز عشان اللينث، عشان هو في الاول خالص هو ايه ليه اللي عملت عشان مش ما عملش ريتيرن. خلينا نعمل ريتيرن هنا للايتمز. تمام كده. تعال نشوف اللي هيحصل. لو انا مسحت الكلام ده كله وعملت ريلود اول مره خالص، احنا لسه بالمناسبه حاطين التايم اللي هو التايم ستارت. لا خلينا نحط التايم بره الميمو خالص، يعني لما باجي احسبها التايم اكسبنسيف. وخلينا نريلود البيج. اول مره عمل ريندر وعمل الاكسبنسيف اوبريشن بنص ثانيه. منطقي، احنا اليوز ميمو مش بتشيل الميمورايزيشن، مش بتشيل اللوجيك بتاعك في مكان هلامي، في مكان خرافي مش موجود في الوجود. في واقع الامر هي بتعمل اكسكيوت للفانكشن بتاعتك. طيب لو انا جيت ادوس اد، بص بقى السحر بقى سريع جدا، وبقت العمليه بتاعه سطر 16 لغايه سطر 27 بقت تاخد 0.0039 ملي سكند، حوالي اشلاء من الثانيه، يعني حوالي اشلاء ملي سكند. حلو. ما تاخدش اي حاجه حرفيا. ليه؟ عشان هو باختصار شديد عمل ميمورايزيشن او عمل تذكر للمستخرج بتاع الفانكشن اللي جوه اليوز ميمو بتاعتك، وهي دي اليوز ميمو باختصار شديد. يعني حاجه مذهله. حلو. الناس دايما بتفترض اللي ليه دي، يعني ليه بالنسبه للناس دي حاجه عبقريه، عشان يوز ميمو اليوز كيس بتاعتها في اغلب الاحيان بتبقى حاجه زي كده. لو انت مثلا بتحسب حاجه كبيره جدا او ضخمه جدا وما الى ذلك، اليوز ميمو بتبقى مهمه جدا 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 جدا. طيب اديك مثال تاني. لو انا جيت هنا على لو كتبت هنا مثلا فانكشن تشايلد كومبوننت. حلو. والتشايلد كومبوننت ده بياخد ليتس سي مثلا اكسبنسيف اوتبوت. طيب هو الاكسبنسيف اوتبوت هيبقى عباره عن نمبر عادي. تمام. وكل هو بيعمل هو بيريتيرن لا ايه ده اوكي بيريتيرن الاكسبنسيف اوتبوت ده. تمام. يعني بيعمل له ريندر، ما بيعملش اي حاجه ثانيه. حلو. وخلينا برضو نعمل هنا erase the child كومبوننت عشان برضو ايه تبقى واضحه قدامنا. طيب وانا عايز اعمل هنا console.log، انا اسف console.log للاكسبنسيف اوتبوت بتاعي، واقول كمان rendered child عشان برضو ايه نبقى فاهمين اللي بيحصل. وجيت في التشايلد كومبوننت ده حطيته جوه الايه، ثانيه واحده، حطيته جوه البيرنت كومبوننت. فلو جيت هنا عملت كده child component وعملت بدل بياخد expensive output وهياخد ال very expensive array ويحط لي اللينث هنا. طب تعال نشوف اللي بيحصل. لو عملت ريلود للبيج اول مره خالص عمل expensive اللي هو حسب الحسبه بتاعت البيرنت كومبوننت وقال لك بتاخد 400 ملي سكند، وهنا ديا قال لك الفاليو بمليون وهو ده الهير از ذا child component وحسبها من اول تاني. طب لو عملت اد ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا اللي التشايلد بتعمل له ريندر من اول تاني، بتعمل عمليه ري ريندر من اول تاني وبيبعت له نفس الاكسبنسيف اوبريشن. تخيل كده اللي البيرنت كومبوننت بتاعي مش بس بيرندر تشايلد كومبوننت واحد، بيرندر 100 تشايلد كومبوننت، بيرندر 200 تشايلد كومبوننت. في كيسز كتيره جدا بتعمل كده عادي، مش حاجه صعبه يعني. حلو. فتخيل كده لو انا مش هعمل ميمورايزيشن
الريندر ده هيقف تحتيه 100 او 200 كومبوننت مش عارفين يعملوا ريندر عشان الاكسبنسيف اوبريشن عماله تعمل لها كالكوليشن. فدي حاجه بطيئه للغايه. طيب تعالوا بقى تعالوا نحل المشكله الثانيه اللي قابلتنا دلوقتي. ليه التشايلد كومبوننت بتعمل له ريندر؟ عشان رول من الرولز بتاعت رياكت لو انت رجعت هنا، لو هذا الكومبوننت اتعمل له ريندر فبطبيعه الحال كل السب كومبوننتس اللي تحت هتعمل لها ري ريندر. طيب ازاي انا امنع هذه العمليه؟ في رياكت بيديك ما يسمى بالميمو. فخلينا هنا كده، لو انا عشان مش فاكر ازاي كده بالصراحه ديف ميمو، خلينا نروح رايحين هنا وناخد مثال. في مثال هنا عن جريتنج على ما انا فاكر. اوكي حلو قوي المثال ده، حلو. وتعالوا نطبقه على نفس على التشايلد كومبوننت بتاعنا عشان نحاول نحل المشكله. طيب لو جيت هنا وبدل خلينا برضو نمبورت، وخلينا نعمله بدل هذا الكومبوننت خليه هو التشايلد كومبوننت، وخليه ياخد نفس بالظبط هذه الانبوتس. حلو تمام، جميل جدا جدا جدا، ويعمل نفس الريتيرن. خلينا ناخد كده ويعمل نفس الريتيرن ونشيل الهرد كله. طيب الميمو وظيفتها ايه في الحياه؟ الميمو لو انت قريت حتى الدوكيومنتيشن بتاعتها اللي هي بيقول لك ايه، let's use skip re-rendering component when its props are unchanged. البروبس ده اللي هي المدخلات بتاعه الفانكشن بتاعتك. ففي الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي اللي هو مش بيعمل لها ري ريندر تماما اطلاقا بتاتا لو البروبس بتاعتك ما اتغيرتش. معنى البروبس بتاعتك ما اتغيرتش ايه؟ معنى اللي لو انا مثلا باعت let's say خلينا هنا، لو انا مثلا باعت 100 كبروب، هو هيعمل ايه؟ وانا بعت لها 100 تاني وهيقول لك انا عندي بروب بيساوي 100، هل ال 100 بتساوي 100؟ تمام بتساوي 100، فخلاص مفيش اي متغيرات، مش محتاج اعمل ريندر، بيسكيب الريندر فيس، ما بيعملهاش ريندر خالص. حلو. طيب تعالوا نتاكد من هذه العمليه. لو انا عملت ريلود هنا اول مره بياخد 400 ملي سكند. هل هو لسه بيرن؟ انا مش عامل، ما بقيتش اعمل كونسول جوه التشايلد كومبوننت، فتعالى نعمل حتى جوه كونسول عشان اتاكد. يعني مثلا كونسول لوج تشايلد كومبوننت. حلو. تعالى نعمل ريلود تاني. اول مره بيعمل اكسبنسيف اوبريشن عادي وبيعمل ريندر للتشايلد كومبوننت. بطبيعه الحال هو بيعمل له ريندر اول مره خالص في الانيشال فيس خالص بتاعته هو يعني انت لسه كاتبه. حلو. طيب تفتكر لو انا دوست اد ايه اللي هيحصل؟ لو انا دوست اد بصوا تن ما عملش ريندر، هو مجرد عمل ريندر للبيرنت كومبوننت فقط، ما عملش ريندر للتشايلد كومبوننت. ليه يا استاذ؟ عشان الميمو بتفتكر ان انت ما عملتش اي تغييرات في الاكسبنسيف اوتبوت، فمعنى كده انت ما غيرتش اي حاجه. لكن لك ان تتخيل كده مثلا لو هو بقى بدل ما كان مثلا ليتس سي مثلا بدل ما انا شلت، يعني خلينا نجرب كده نحاول نشيل اليوز ميمو هنا بدل ما هي بتحسبها بالشكل ده، خلينا نحاول نشيل الميمو تماما. يعني مثلا نعمل كومنت لده، نعمل كود تك تك لا تك تك يعني تك ونعمل كده. تعال نشوف اللي هيحصل. حلو. طبعا لسه يعني انا رجعت الكود القديم. حلو. هل الفاليو هي هل هو بينستنشيت نفس الفاليو هي؟ تعال نشوف. لو دوست اد هنا ما عملهاش ريندر. ليه؟ عشان نفس المشكله. سوري مش نفس المشكله، عشان نفس الكيس. يعني لو رجعت هنا قعدت ادوس هنا مش هيعمل ريندر للتشايلد كومبوننت. ليه يا جماعه؟ عشان الفيري اكسبنسيف اري ده هو اللي اتبعت للتشايلد كومبوننت اللي هو واللينث بتاعه والفاليو بتاعته بكام؟ بمليون. ما اتغيرتش. فطالما الفاليو ما اتغيرتش فالميمو قالت لك ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هل الفاليو اتغيرت؟ ما اتغيرتش، فلا خلاص يبقى انا هرجع نفس التشايلد كومبوننت، مش هيحصل اي تغيير. طيب تعالوا بقى اديكوا مثال تاني. ومثال تاني ده الصراحه هو اللي بيلخبط الناس كلها. فلنفترض ان التشايلد كومبوننت ده بياخد ما يسمى بالفورمات فانك. حلو. والفورمات فانك دي باختصار شديد فورمات فانك. حلو. عباره عن فانكشن، والفانكشن دي بتاخد نمبر وترجع لك نمبر، مش اي حاجه. حلو. وكل اللي انت بتعمله اللي انت بتعمل لها يعني بترنها على نفس على هذا الانبوت اللي بيجي لك من الانبوت بتاعك، من البروبس بتاعتك. حلو. هو طبعا في ايرور هنا، تعال نشوف في ايه. فورمات فانك ماشي بتاخد هي نمبر وبترجع نمبر. حلو. ماشي الدنيا لطيف. حلو. ودي كمان بتاخد نمبر اعتقد، يعني كان بس ناقص براكتس. وكل اللي هو بيعمله اللي هو بيعمل كده. طيب وطبيعه الحال التشايلد كومبوننت دلوقتي منتظره ما يسمى بالفورمات فانك. لو انا هنا عملت ديفاين
لفانكشن ليتس سي اسمه مثلا كونستانت فورمات فانك. حلو. والفورمات فانك ده زي ما هو قلنا بياخد نمبر عادي او بياخد نم. حلو. وبيعمل ايه؟ بياخد النم ده وبيرجع النم بلس واحد عادي، ما بيعملش اي سحر عادي يعني. خلينا برضو هنا نعمل نم بياخد نمبر فور ذا سيك اوف سمبلسيتي، ونعمل ايه؟ نروح باعتينه للتشايلد كومبوننت. اقول لك على حاجه حلوه، تعال نشيل الاكسبنسيف اوبريشن دي تماما، وتعال نشيل اليوز ميمو دي عشان برضو ايه نحاول نكلين الايه نكلين الدنيا خالص. يعني لو رجعت هنا هتلاقي اللي بقى فيه كاونت بقى فيه هيرز ذا تشايلد كومبوننت. اوكي التشايلد كومبوننت في الحاله دي برضو مستني رقم صح، مستني اللي هو الفيري اكسبنسيف. خلينا مثلا خلينا نفترض اللي هو 5. حلو. تمام. فهو كل اللي هو بيعمله اللي هو بيكسكيوت الفورمات فانكشن دي اللي هي بكل بساطه بتاخد النمبر وبتزود عليه واحد عادي جدا، وبياخد الفورمات فانكشن دي وبيعمل لها ايه؟ بيعمل لها اكسكيوت هنا. طيب تعال نشيل اللوج دي دلوقتي وهوريك اللي بيحصل. انا كده بعت للتشايلد كومبوننت ايه؟ بعت له تو بروبرتيز، الفاليو اللي هي زي ما شفنا هنا. خلينا نرجع هنا، الفاليو دي اللي هي بكام اهي، الفاليو دي اللي هي بخمسة مش متغيره تماما، وبعت له فورمات فانكشن اللي هي فانكشن زي دي مش متغيره تماما زي ما هي ما اتغيرتش، ما فيش اي تغيير خالص حصل فيها. طيب والتشايلد كومبوننت ده بيستعمل الميمو. معنى كده ايه؟ اللي هو بيقارن البروبس بتاعته، هل البروبس بتاعته اتغيرت من الريندر اللي فات ولا لا؟ لو اتغيرت يبقى ايه؟ يعمل له ري ريندر، لو ما اتغيرتش ما تعملوش ريندر. تعال نشوف اللي هيحصل. لو انا دوست هنا اد، تفتكروا هل التشايلد كومبوننت بيتعمل له ري ريندر ولا لا؟ في واقع الامر خلينا نشوف. تعالوا نروح جايين هنا ونعمل له كونسول انا اسف كونسول دوت لوج. انت تقريبا عملتها في مكان غلط. اوكي هنا rendering child component. تعال نشوف. حلو. طيب نريلود البيج. اول مره مفهومه عمل له ريندر. لو انا دوست هنا اد، ايه ده؟ ما الذي يحدث؟ حلو. ليه كل ما بغير الستيت بتاعت البيرنت كومبوننت هو ده، خلينا نزوم ان زوم، ليه لما انا بغير الستيت بتاعت البيرنت كومبوننت مع اني ما بعتش اي حاجه مختلفه عن الريندر فيز اللي قبلها كده، ليه البيرنت التشايلد كومبوننت بيتعمل له ري ريندر او بيتعمل له بيحسب نفسه من اول جديد؟ تعالوا اديك مثال تاني. لو انا عملت هنا فانكشن اسمها ايه، تمام، وسويتها مثلا ليتس سي بليت ايه ايكوال دي، وعملت ليت بي ايكوال فانكشن تانية اسمها ايه، وبتاخد نفس البروبس فاضيه وبتاخد نفس الايه الاوبجكت، هل A بيساوي B؟ تعالوا نشوف. A ايكوال 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 B فولس. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده لما انا بانستنشيت فانكشن، لما انا بكريت فانكشن جديده، الفانكشن دي بتاخد مكان في الميموري حتى لو انا عملت انستنشيت لفانكشن تانية، والفانكشن التانية دي بتاخد نفس البروبس وبتاخد نفس الجسم البادي بتاعها. لو انا جيت اساوي الاثنين دول ببعض، الاثنين دول بفولس. ليه؟ لان بواقع الامر الفاليوز لما تيجي تقارنها ببعض او مثلا الفاليوز بتاعت الفاريبل بتاعتك لما تيجي تقارنها ببعض، لو هي مش primitive values، primitive values يعني مثلا زي السترينجز، زي مثلا الاوبجكتس primitive لا مش متاكد، بس زي strings النمبرز الاوبجكتس البيج انتجرز ما الى ذلك، دول primitive values اعرف اقارنهم ببعض. الفانكشن في الحاله دي مش primitive value، ما اقدرش اقول اذا كانت فانكشن دي رغم ان هي نفس البادي ونفس كل حاجه بتساوي الفانكشن الثانيه ولا لا. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الفانكشن دي حاجه غير يعني مش كل ما بيعمل ريندر بيعمل انستنشيت الفانكشن دي. يعني مثلا ايه اللي بيحصل هنا؟ لو انا جيت هنا الكود ده، ايه اللي بيحصل؟ بيعمل ريندر. الريندر بيعمل ايه؟ بيقول لك الكونستنت فيو ستيت، تمام، عملها وافتكر الستيت القديمه وعمل الستيت وعمل كالكوليشن وعمل كل حاجه. عمل كونستنت فورمات فانكشن ايكوال هذا البادي او هذه الفانكشن، كل ريندر بيعمل لها ريستنشيت. فاللي بيحصل ايه؟ بيروح باعت الاكسبنسيف اوتبوت ده اللي هو بخمسه، وبعت الفورمات فانكشن اللي هي كل شويه بتعمل لها ريستنشيت، بيروح رايح للميمو. يا ميمو انا بعت لك 5، هل ال5 بتساوي 5 القديمه؟ بتساوي 5 القديمه، تمام كمل. طيب هل الفورمات فانكشن اللي انا بعته حاليا بيساوي الفورمات فانكشن اللي انت بعته في الريندر اللي قبل كده؟ لا ما بيساويهاش. خلاص يبقى اعمل ريندر بس. طيب ازاي بقى نحل المشكله دي؟ يعني هنا تيجي ما يسمى باليوز كول باك.
تعالوا نجرب كده اللي بيحصل ايه. تعالوا نحاول نعمله امبلمنت. لو انا هنا جيت عملت يوز كول باك، حلو، واليوز كول باك بكل بساطه بياخد برضه dependencies فاضيه، واليوز كول باك هو بياخد فانكشن حرفيا، حلو، اللي هي فانكشن ديفينيشن اللي انت بتعملها. يعني تعال نعمل لها هي تمام، وبيريتيرن نم بلس 1 زيها بالظبط. وبدل ما هنا بقول فورمات فانكشن بتساوي هذه يعني البادي بتاعها، هنا بقول بتساوي اليوز كول باك بتاعتي. وتعال نشيل الكلام ده كله. حلو تمام اوكي. هو هرجع لك فانكشن زي ما هي اهي، فورمات فانكشن نفس الفانكشن اللي احنا كنا مراجعينها من شويه. تعال نشوف اللي بيحصل هنا. تعال ريلود ونعمل اد. واو سحر. يعني ده سحر بالنسبه لي. اللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل هنا اللي هو افتكر الفانكشن وما خلاهاش تتغير تماما، مع ان الديبندنس نفسها ما اتغيرتش. طول ما الديبندنس ما اتغيرتش يبقى الفانكشن نفسها ما اتغيرتش تماما. حلو. يعني مثلا لو هنا مثلا ليتس سي اللي انا عندي ستيت ثانيه، ستيت مثلا هنا تيست وست تيست برضه عشان تبقوا فاهمين اليوز ستيت مثلا بواحد. حلو، عشان تبقوا فاهمين برضه، او خليها بصفر مش فارقه عشان فاهمين يعني dependencies. لو انا مثلا حطيت التست ده في الديبندنسيز هنا بتاعت اليوز كول باك، وعملت ليتس سي بutton تاني، والبطن التاني ده بيست التست. حلو، اد تو تيست، وخليت هنا في بريك. حلو، لو انا جيت هنا لو انا جيت هنا قعدت ادوس على، يعني خلينا ريلود البيج، اول مره بيعمل ريندر للتشايلد. لو دوست على اول اد عادي ما بيعملوش ريندر. لو دوست على تاني اد بصوا تن عمل الريندر تاني. ليه ما عملش ريندر التالت؟ هو تقريبا هو المفروض يعمل له ريرندر. اوكي كاونت بلس واحد، عشان يعني انا المفروض اقول التست نفسه هو البلس واحد مش الكاونت، عشان انا كاني برجع الفاليو من اول تاني. المهم يعني لو عملت ريلود، حلو، دوست اد هنا ما بيعملوش ريرندر للتشايلد، بيعملوا ريندر مره واحده بس. لو دوست اد تيست بيعملوا ريندر، اد تيست بيعملوا ريندر. حلو، ليه؟ عشان انا بغير الفاليو بتاعت التست، فبالتالي الديبندنسز بتتغير. لما بيغير الديبندنسز بيحسب الفانكشن من اول تاني، بيحسب من اول تاني، بيبعت فانكشن جديده. لما يبعت فانكشن جديده الميمو بيتقارن هل الفاليو القديمه شبه الفاليو الجديده، مش شبه الفاليو الجديده، اعمل لي ايه؟ اعمل لي كومبوننت جديد او اعمل لي ريندر من اول تاني. بس ده باختصار شديد اليوز كول باك. في واقع الامر انت لو فكرت اليوز كول باك شغاله ازاي، اليوز كول باك انا بالنسبه لي حاجه بسيطه جدا، مش بتعمل اي سحر. حلو، اليوز كول باك لو جيت تعمل لها امبلمنتيشن، اعتقادي الشخصي اللي هي معمول لها امبلمنتيشن بالطريقه دي. تعال نجرب نعمل لها امبلمنتيشن. لو انا جيت هنا عملت مثلا ماي يوز كول باك، حلو، اليوز كول باك بتاخد ايه؟ بتاخد حاجتين. اول حاجه، حلو، الكول باك نفسه، وتاني حاجه الديبندنسيز. حلو، فلنفترض دايما الديبندنسيز بقى ري فاضي. ايه اللي بيحصل هنا يا جماعه في اليوز كول باك لو انت فكرت فيها؟ هي تقريبا زعلان عشان ماشي، خلي دي يبقى اني فور ناو يعني. حلو، اللي بيحصل هنا ايه؟ اللي بيحصل اللي هو اعتقادي اللي هو بيعمل ديفاين لحاجه اسمها ريف. لو انا مثلا كتبت هنا كول باك ريف، بيعمل يوز ريف. الريف ده اللي هو بيديفاين ريفرنس فاليو بره الكومبوننت تماما، بيعمل ريفرنس فاليو موجود في الميموري بره الكومبوننت تماما، مش بيعمل ري ريندر للكومبوننت اطلاقا. ودي قصه ثانيه ممكن اتكلم عليها في فيديوهات لاحقا ان شاء الله باذن الله يعني. حلو، واليوز ريف ده او في البدايه خالص بيساوي بنال. تمام، وبيقول لك ايه، وكمان اعتقد بيبقى في حاجه ثانيه اسمها all dependencies، وبتساوي برضه use ref وبتساوي null. حلو، وكل هو بيعملوا ايه؟ بيقول لك if all dependencies not equal new dependencies، او يعني بيعمل لها بيقارنها وما الى ذلك. ولكن في الحاله دي فلنفترض ان مفيش ديبندنسيز، دايما الديبندنسيز بقى ري فاضي، دايما اللي انا عايز اعمل له انستنشيت مره واحده بس في الكومبوننت. فكل اللي انا هعمله ايه؟ كل اللي انا هعمله اللي انا هقول له كول باك ريف، حلو، دوت كرنت بيساوي الكول باك بتاعي، وريتيرن كول باك دوت، لا خلينا ريتيرن، اعتقد ريتيرن ايه؟ هيريتيرن الكول باك دوت كرنت بس. حلو، تعال نجرب كده. تعال نشوف الهري اللي انا عامله ده شغال ولا لا. تعال نجرب كده ايه اللي بيحصل هنا. فورمات فانكشن ونعمل كده، والديبندنسيز هو بياخد حاجتين، بياخد الكول باك نفسه، يعني دي احنا خدنا الكول باك اهي، دي الكول باك والديبندنسيز. تمام، طب ما هو مظبوط، انت متضايق ليه؟ اوكي خلاص، يعني هو ده اللي انا عملت الماي يوز كول باك، واليوز كول باك بتاخد الكول باك بتاعتي،
والكول باك بتاعتي وبتاخد ديبندنسز، ولكن احنا ما عملناش الامبلمنتيشن ديبندنسز عشان هي غالبا انت محتاج بقى تقارن الديبندنسز القديمه وتقارن الفاليوز ما الى ذلك. خلينا نشوف اللي بيحصل هنا. عملت ريلود، اول حاجه بعمل ريندر الكومبوننت. لو عملت اد هو هنا ايه اللي حصل؟ هو هنا عمل ماي يوز كول باك. اليوز كول باك دي المفروض تعمل لها، المفروض يرجع الرف ده اللي هو بيبقى ريفرنس بره رياكت تماما. حلو. وبعد كده بيعمل الكول باك دوت كرنت بيساوي الكول باك، وكل مره بيرجع الكرنت اللي هي الكول باك نفسها. which makes sense. الموديل اللي انا عايزه. اوكي انا ممكن اعمل كده. سوري انا ممكن، انا المفروض اعمل له انستنشيت مره واحده بس، مش محتاج اعمل الكلام ده كله. تمام. تعالى تاني. بصوا ما بيعملش ريندر خالص. عشان ايه؟ عشان زي ما احنا قلنا مسبقا اليوز كول باك ده كانه بيديفاين ريف. الريف ده بيبقى بره الكومبوننت بتاعك تماما، ومش بيعمل له اي نوع من انواع الريندر، ورياكت نفسه مش مسؤول عن اي حاجه ليها علاقه بيه في الفيس بتاعت الريندرنج نفسها. في فيديو ان شاء الله لاحق هنتكلم عن الموضوع ده. وكل اللي هو بيعمله هو بيرجع الكرنت. حتى بصوا بالمناسبه هو رجع لي الفانكشن وبيعمل لها اكسكيوت زي ما انا كنت عايز بالظبط. حلو. عشان لما انا من شويه لما انا عملت كده الكول باك دوت كرنت ايكوال كول باك، فانا كل شويه بريديفاين الكرنت تاني، وكل شويه برجع الريف بالكرنت الجديده، فكل شويه بيرجع فانكشن جديده، وكل شويه بيعمل لها انستنشيت فبلف في نفس السايكل تاني. المهم بس انا اعتقد انا عملت كده امبلمنتيشن ليوز كول باك بس من غير ديبندنسيز. ممكن نبقى نتعمق اكتر في الكود بتاع رياكت يعني، يبقى شيء لطيف. ده كان باختصار شديد يعني ايه يوز ميمو، يعني ايه يوز كول باك، ويعني ايه الميمو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو طريقه الشرح دي عجباك يا ريت تقول لي، عشان انا هتعمق اكتر جدا في التوبكس بتاعت رياكت في المستقبل ان شاء الله، وبنفس هذه الطريقه. وبس، والقاكم على خير ان شاء الله، ورجاء الدعاء لاهلنا في فلسطين باذن الله ربنا ينصرهم يا رب، وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.